ما تشتغل وانت ساكت، ما تشتغل وانت ساكت يا عم. حط لسانك جوه بقك يا عم. انت حته موظف ابن امبارح، لسه انت مكتوب اسمك بالقلم الرصاص. ما تكبراش في حق نفسك. انت مش محامي حقوق الانسان في الشركه، ولا انت عضو لجنه الامم المتحده. يعني يا عم كل عيش، انت بتقبض مليمين اصلا. بعد اذن روح نيلسون مانديلا وجيفارا اللي جواك، انت مش هتعدل الكون. يعني انت لما تقعد تستورج وتتكلم باسم الشركه واسم زمايلك، انت هتستفاد؟ انت هيطلق عليك لقب المرحوم اصلا. انت مش هتلحق انت مش هتشوف ثمره اعمالك. انت كل اللي انت هتستفاده ان انت تقعد جنب ماما في البيت، اكتر من كده انت مش هتشوف. فكل عيش، كل عيش وانت ساكت، مشي حالك. انت يعني مالك؟ صدقني ما تفرحش بالناس اللي حواليك اللي بتقعد تسقف لك وتقول لك الله ينور وشاطر يا حبيبي والله ينور عليك وان انت كده تمام وبتاع. بالعكس، دول اول ناس اصلا بيرقصوا لك رقصه الوداع. التسقيفه اللي هم بيسقفوها لك دي التسقيفه اللي هو بتاعت النهايه، اللي هو بينزل بعديها الفاينل. تلاقي نفسك كده ماسك بقيه فلوسك. ده لو ناس محترمه يعني هيدوك بقيه فلوسك كده ويقولوا لك يلا حبيبي شكرا مع السلامه، احنا مش عايزين ثورجيه الفتره دي، زمن الثورات انتهى والله خلاص خلص. فنصيحتي ليك ان انت تاكل عيش، ونصيحتي ليك ان انت تحافظ على اكل عيشك، لان هم كلهم على بعض ملمين. وافتكر الديون اللي عليك، افتكر ان انت عليك ديون اقساط. انت لو قعدت في البيت هتتسوح. فكل لما تيجي تتثورج افتكر الكلمتين دول وحطهم جوه دماغك. شكرا.